السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة أوار كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكوستر بتاع طقم السفرة اللي شفناه في بداية الفيديو. أنا هستعمل خيط مكرمية قطن بيور، وهستعمل إبرة 3.5 ملي. تمام. هبدأ الأول بعمل حلقة سحرية، بس دايما لما بقول لكم الحلقة السحرية نخلي بالنا إن احنا نأمنها كويس، وعلشان الشغل ما يفكش. هنعمل 3 سلاسل، وجنب الثلاث سلاسل دول احنا هنعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود. هنعمل جنبه 11 عمود، يعني المجموع هيبقى 12 عمود في نهاية الدور الاول. هكملهم وهرجع لكم. اهو كده انا خلصت خلاص ال 12 عمود، وهاجي في ثالث سلسلة في سلاسل الارتفاع وهعمل غرزة منزلقة. الدور دوت هعمل تزايد في كل الغرز، يعني كل غرزة هنعمل فيها غرزتين، يعني العدد ال 12 هيبقوا 24. خلي بالنا من تاني غرزة بعد سلاسل الارتفاع بتبقى متدارية شوية كده. وطبعا في نهاية كل دور هنعد الأعمدة بتاعتنا، الغرز بتاعتنا، علشان لو لقينا في أي غرز ناقصة يبقى احنا كده فوتنا غرزة. تمام. خلصنا خلاص الدور التاني زي ما قلت لكم 24 عمود، وهندخل في الغرزة الثالثة في سلاسل الارتفاع. تمام. هنرتفع كمان 3 سلاسل. الدور دوت هنعمل تزايد في غرزة، وغرزة تانية هيبقى فيها فردي. ماشي. هنبدأ الأول بالتزايد أهو، يعني غرزة تزايد وغرزة فردي. في نهاية الدور دوت هيبقى معانا 36 عمود. طبعا احنا بنعد سلاسل الارتفاع بنعتبرها عمود، فهيبقى معانا 36 عمود. هنخلص وهرجع لكم. احنا كده خلصنا خلاص الدور الثالث. هنقفل بغرزة منزلقة في الغرزة الثالثة او السلسلة الثالثة في سلاسل الارتفاع، وهنبدأ الدور الرابع. طيب احنا عندنا بقى في الدور الرابع المفروض ان احنا هنعمل 2 غرزة فردي وواحدة تزايد. ده نظام التزايد في الدايرة. تمام. هنعمل 2 فردي وواحدة تزايد، بس احنا لو عملنا 2 فردي وواحدة تزايد هنلاقي نفسنا بنتزايد في نفس المكان اللي كنا بنتزايد فيه كل دور. تمام. وده مش هيخلي الدايرة المنحنى بتاعها كده جاي مظبوط، لا هيبقى فيه بروز، هيبقى فيه زوايا. ماشي. الجزء الحتة اللي هيبقى فيها التزايد هنلاقيها عاملة زي بوز كده او ركنة او زاوية. فهنعمل ايه؟ هنعمل برضو نفس عدد الغرز اللي بنتزايد فيها اللي هم 12 في كل دور هنعمله، وهنعمل برضو غرزتين فردي وغرزة تزايد، يعني كل مجموعة فيها غرزتين فردي وغرزة تزايد، وهنكرر ده 12 مرة، بس هنغير مكان الغرزة اللي بنعمل فيها تزايد. يعني هنعمل ايه؟ يعني هنعمل اول حاجة طبعا بنعمل 3 سلاسل، دول بنعتبرهم اول عمود، ودي اول غرزة فردي، ودي الغرزة اللي بعد كده مش هنعملها بقى فردي، هنعملها تزايد. وبعدين غرزة فردي. كده احنا عملنا غرزتين فردي واللي في النص تزايد. بدل ما نعمل غرزة فردي وفردي وبعدين التالتة تزايد، لا احنا عملنا هم التلاتة فيهم 2 فردي وواحدة تزايد، نفس عدد التزايد. الغرز اللي هنتزايد فيها هو، ولكن غيرنا مكان الغرزة بتاعة التزايد علشان الدايرة يبقى المنحنى بتاعها دوت سليم، ما فيهوش اي بروز او زوايا، او يعني تبقى عاملة كده سنة كده هوت. لا، فاحنا هنمشي كده هو على طول، واحدة فردي، واحدة تزايد،
واحدة فردي. تمام كده، ادينا عملنا اهو 2 فردي واللي في النص تزايد، بدل ما نعمل التالتة تزايد عملناها في النص. خلاص هنكمل الدور بالشكل ده، وده الدور الرابع هيكون معانا 48 عمود في نهاية الدور. تمام، هخلصه وهرجع له. خلاص خلصنا اهوت الدور الرابع. هنبدأ بقى في الدور الخامس، هنعمل غرزة منزلقة في الغرزة السلسلة الثالثة في سلاسل الارتفاع. برضو هنرتفع 3 سلاسل وهنعتبرهم اول عمود. الدور ده بقى المفروض الدور اللي فات كنا بنعمل غرزتين فردي وغرزة تزايد، الدور ده هنعمل 3 غرز فردي وغرزة تزايد. ادي اول واحدة وادي تاني واحدة، معلش 3 والرابعة فيها تزايد. اهو 3 فردي وواحدة تزايد. لو اخدنا بالنا التزايد بتاع الدور اللي فات كان في الغرزة الثالثة. تمام، فاحنا هنا هو برضو هيبقى هنا هو واحدة فردي واحدة فردي واحدة فردي واحدة تزايد، هنلاقي التزايد في النص هنا هو، وبالتالي كل دور هيبقى مكان التزايد مختلف، فهيخلي الدايرة عندنا مظبوطة. ماشي، يبقى هنعمل 1 2 3 والرابعة هي اللي فيها التزايد. وطبعا ده الدور الخامس، في نهاية الدور هيبقى معانا 60 غرزة عمود، وزي ما قلت لكم بنحسب غرز السلاسل الارتفاع بنحسبها غرزة عمود. هكملهم وهرجع لكم. خلاص اهو خلصنا الدور الخامس، نبدأ في الدور السادس. هنقفل بمنزلقة. تمام، هنرتفع 3 سلاسل وزي ما قلنا بنعتبرهم اول عمود. الدور اللي فات كنا بنعمل التزايد في الغرزة الرابعة. تمام، دلوقتي هنعمل التزايد في الغرزة الخامسة، يعني هنعمل 4 فردي وغرزة تزايد. طيب هنعملهم برضو، هنغير مكان التزايد. احنا التزايد عندنا اهي اخر غرزة في التزايد هنا. ماشي، فهنعمل ايه؟ احنا عندنا 4 فردي، هنقسمهم، هنعمل 2 فردي قبل التزايد، ادي 2 وبعدين تزايد، و2 فردي تانيين بعد التزايد. فهمتوا الفكرة؟ الفكرة ان احنا بنعمل اللخبطة ديت بنعملها في الادوار اللي الفردي فيها اعداد زوجية، يعني لما يكون عندنا الفردي غرزتين فردي وواحدة تزايد، 4 غرز فردي وواحدة تزايد، 6 غرز فردي وواحدة تزايد. في الحالة دي بنروح قاسمينهم، بنخلي نصهم قبل التزايد ونصهم بعد التزايد. احنا المجموعة عندنا كده اهوت مظبوطة، فيها 4 غرز فردي وواحدة تزايد، مش مهم بقى مكان التزايد فين، المهم ان احنا عاملين التزايد مظبوط وعاملين الاعداد مظبوطة. ولو بصينا هنا اهوت هنلاقي ادي غرزة التزايد التانية اهي في الدور اللي فات في الحتة دي، فالتزايد هنا والتزايد هنا اهوت. التغيير دوت بيخلي الدايرة شكلها مظبوط، يعني المنحنى بتاعها ده كده مظبوط، ما فيهوش اي بروز او زوايا. ماشي، فاحنا هنعمل الدور كله بالشكل ده، 2 فردي واحدة تزايد 2 فردي، يبقى كده عندنا مظبوط 4 فردي وواحدة تزايد. ماشي، هنكمل الدور كله بالطريقة ديت، هيبقى معانا في نهاية الدور 72 غرزة عمود. خلصنا الدور السادس، عملنا 72 غرزة عمود. هنقفل الدور في ثالث سلسلة في سلاسل الارتفاع، وهنرفع 3 سلاسل وهنعتبرهم طبعا اول عمود.
الدور اللي فات كنا بنعمل غرزة التزايد في الغرزة الرابعة، يعني كنا بنعمل في الخامسة، يعني كنا بنعمل 4 فردي والخمسة تزايد. المرة دي هنعمل 5 فردي. طبعا بنعتبر غرزة سلاسل الارتفاع كأنها غرزة كده. 1 2 3 4 5 ورقم 6 هنعملها تزايد. وانا هستمر كدهوت على اخر الدور، وفي نهاية الدور هيبقى معانا 84 غرزة عمود. انا خلصت الدور اهوت، وزي ما قلنا ده الدور رقم 7. معانا 84 عمود. هنقفل بمنزلقة، والدور دوت هيبقى عندنا ده اخر دور في التزايد. هنعمل الدور الثامن 6 غرز فردي وغرزة تزايد. وزي ما اتفقنا الادوار اللي بيكون فيها عندنا الغرز الفردية بتكون عددها زوجي، بنقسمها نصين، نص قبل التزايد ونص بعد التزايد. يعني احنا عندنا 6 غرز فردي وغرزة تزايد. ادي 1 2 3 تزايد 4 5 6. هيبقى ده كده النظام اللي هنمشي بيه بقية الدور. 6 فردي وغرزة تزايد، وهنحط غرزة التزايد في النص علشان الفكرة اللي انا قلت لكم عليها قبل كده. هيبقى معانا في نهاية الدور دوت 96 عمود. اخلصه. انا خلاص كده خلصت الدور الثامن. دلوقتي هنبدأ نعمل النقشة بتاعتنا اللي هي الإطار اللي هنعمله. طبعا انتوا تقدروا تعملوا أي عدد أدوار زي ما انتوا عايزينه، أكتر من كده أو أقل. هنقفل بس بمنزلقة. تمام. أيا كان عدد الأدوار اللي هتعملوها. تمام. هنبدأ نعمل نأسس للنقشة بتاعتنا أو بداية أول دور في النقشة بتاعتنا. طبعا برضو النقشة دي تقدروا تعملوها أكتر من دور بعد كده، بس هو الدور الأول بيبقى مختلف شوية عن الأدوار اللي بعد كده. أول حاجة هنرتفع ب 3 4 5. أنا ارتفعت ب5 سلاسل لأنه أنا بشتغل بخيط سميك شوية. 1 2 بفوت أول سلسلة 2 3 وباجي عند السلسلة الرابعة وبعمل بدخل فيها كده وبعمل غرزة عمود بلف، وبعدين بلف الخيط وبدخل في الغرزة الأخيرة اللي كانت أول غرزة وبعمل برضو عمود بلفة. يبقى الشكل كده. بلف الخيط على الإبرة وبفوت غرزة التانية وفي التالتة وبدخل أعمل عمود. كده. وهرتفع 3 سلاسل 2 3 والف الخيط على الابره. المره دي بقى هدخل حوالين العمود كده وهعمل عمود التاني. هي اول واحده بس اللي اشتغلت في السلاسل. بعدين بفوت برضو 1 2 وفي التالتة بعمل عمود. بمشي كده كل الدور 2 3 وبلف والف حوالين العمود اللي انا عملته واشتغل عمودين.
سيب واحدة اتنين، وفي التالتة بكرر الغرزة كده اهوت لاخر الدور. كده احنا خلصنا الدور الاول في النقشة او الاطار اللي احنا بنعمله. تمام. هنقفل ازاي بقى؟ طبعا احنا فاكرين ان احنا كنا عاملين سلسلتين، ادي السلسلة وادي التانية. ماشي. فانا هعمل هنا اهوت في تالت سلسلة، فاكرين التلات سلاسل دول، 1 2 3، هعمل في اول واحدة منزلقة، وبعدين في التانية منزلقة. انا عايزة ابقى في راس الشكل، في الشكل اللي احنا عاملينه دوت، عايزة ابقى في الراس بتاعته فوق، في تالت سلسلة من فوق. معلش هو الخيط نتش اهي، اهي التالتة، عشان ابقى هنا في الراس دي. هعمل ايه؟ احنا كل دور في الادوار دي، انت طبعا تقدري تعملي اي عدد ادوار من الشكل ده زي ما انت عايزة، 3 2 4 زي ما تحبي. احنا دلوقتي هنمشي بنفس الطريقة ديت. احنا هنا هو كنا عاملين عمودين، تمام، 3 سلاسل وعمودين. خلاص. المرة دي بقى التزايد بيبقى في ايه؟ بيبقى في العمودين دول، يعني بدل عمودين هنعمل 3. تمام. ادي 1 2 3 اللي هم ايه؟ اللي هنعمل فيهم الثلاث اعمدة، وبعدين الثلاث سلاسل اللي هم اللي احنا بنعمله. وهندخل هنا كده نعمل 1 2 3. ده شكلها، بص شكلها اكبر شويه من اللي تحتها. طيب بنروح فين بقى بعد كده؟ بنلف الخيط على الابره عشان نعمل غرزه عمود. بنروح 1 2 تالت سلسله في الثلاث سلاسل بتوع الغرزه اللي بعد كده. دي هتتفرد بعد كده لما نيجي نقفل فيها، ونرتفع 3 سلاسل، وهنيجي هنا هنلف حوالين العمود دوت ونشتغل 1 2 3. بصوا دي كده الطريقة اللي هنعمل بيها تزايد كل دور. يعني لو احنا حابين نعمل دورين، تمام، والدور اللي بعد كده هيبقى النهائي، الدورين دول احنا هنا عملنا عمودين، هنا 3، اللي بعده 4، اللي بعده 5، وهكذا. تمام. طيب انا بالنسبة لي عايزة اعمل الدور التاني يبقى هو الدور الاخير. طبعا مش هعمل الشكل ده، هعمله بس هزود عليه غرزة البيكو. يعني اخر دور بيبقى هو نفس التزايد بنعمله، بس بنزود عليه غرزة بيكو. فطبعا لو انت هتعملي ادوار زي كده، يبقى هتعملي هنا هو 2، هنا 3، بعد كده 4. طيب اخر دور خالص بقى هتعملي ايا كان عدد الاعمدة ديت. بعد كده هقولك هنعمل ايه. انا عشان هعمل ده الدور الاخير، فهعمل فيه غرزة البيكو. هعملها ازاي؟ هقفل طبعا بنفس الطريقة، وهعمل المنزلقات اللي احنا عملناها. هبتدي بقى نعد الايه السلاسل، 1 2 3. التلاتة دول بتوع التلات أعمدة اللي هنعملهم مايلين كده، وبعدين التلات ادوار بتوع الغرزة اللي هي بتبقى تشبه كأنها أول عمود هنا، وهنعمل 3 سلاسل بتوع غرزة البيكو. يعني أنا هبدأ الدور ب9 سلاسل. طبعا لو انت هتعملي الدور النهائي في ادوار بعد كده هيبقى عدد السلاسل اكتر. تمام. فهنعد 1 2 3، هنعمل غرزة البيكو، وهي اننا بنسحب كده، نعمل كده اهو عشان تدي الشكل ده. تمام. وبعدين هنعد 1 2 3، دي السلاسل الثلاث سلاسل بتوعنا. المفروض اللي باقي بعد كده 3 سلاسل، هنعمل في كل سلسلة عمود. 1 2 3.
ده كده هيبقى اخر دور. هنلف الخيط على الابرة وهنيجي عند تالت سلسلة في الثلاث سلاسل دول ونعمل غرزة عمود كده عشان نشوف. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل 1 2 3، دي السلاسل اللي بنبدأ بيها، وثلاث سلاسل دول بتوع غرزة البيكو. 1 2 3، ونيجي في التالتة ونعمل غرزة البيكو، وبعدين نلف حوالين العمود ونعمل الثلاث أعمدة بتوعنا. 1 2 3. وبعدين نروح للي بعدها في تالت سلسلة. ده زي ما قلت لكم ده في حالة ما لو احنا ده هيكون الدور الأخير. ماشي، لكن لو بنعمل أدوار زي دي ورا بعضها تمام عادي مش مشكلة، بس بنزود سلسلة، والسلسلة دي هي اللي بنعمل فيها بنزود عمود من الأعمدة اللي هي بتلف حوالين العمود دي. تمام، أنا هخلص الدور وهنهي الشغل وهرجع لكم أول لما هاجي أنهيه. خلاص كده انا خلصت الدور الاخير. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تعملوا الشكل ده اكتر من دور. كل اللي بنعمله ان احنا بنزود عمود، اللي هي الاعمده اللي بتلف حوالين العمود دي بنزود عمود، كل دور بنزود عمود. ولما توصلي للدور الاخير بتزودي، وانت بتعملي السلاسل بتزودي 3 سلاسل بتوع غرزه البيكو. انا علشان عملت الدور الاخير تاني دور رحت عامله غرزه البيكو كده. تمام، طبعا احنا كده خلاص خلصنا. بنقفل بالطريقه دي، بنشوف تالت سلسله هنا اهوت وبنعمل فيها غرزه منزلقه. تمام، انا مش بحب اعمل غرزه تثبيت. لحظه واحده، انا برجع الخيط ورا وببتدي ادخل الخيط ما بين الغرز وانضفه من ورا واثبته من ورا علشان الشكل ما يتغيرش. يبقى شكلها كده اهو من قدام. وبكده خلص الشكل بتاعنا. يا رب يكون سهل ويكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك، وشكرا.